بعدما تسرب الشك إلى الجميع وظنوا أن الفوز على الورق لبلجيكا، لكن أسود الأطلس زائروا بصوت مسموع أدهش العالم بإسقاطهم للمصنف الثاني عالميا بهدفي الصابر وبوخلال. ألف مبروك للمنتخب المغربي، فوزه الثالث في تاريخه بكأس العالم. الغريب أن كل المنتخبات التي افترسها أسود الأطلس كانت أوروبية، بداية بالبرتغال في 86، مرورا باسكتلندا عام 98، ثم اليوم الفوز الغالي على بلجيكا. الملفت للنظر هو أن الركراكي أول مدرب مغربي يقود المنتخب للفوز في مبارياته المونديالية، ويعتبر هذا الانتصار غالي جدا بعدما لم يتلقى المنتخب المغربي أي هدف. وتعتبر هذه المباراة الثانية التي أكد فيها الأسد الأطلسي تفوقه على بلجيكا، حيث فاز المغرب بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى التي جمعتهما. قد كان الأداء رائعا رغم الصعوبات، خاصة أن ياسين بونو عندما كان يستعد لخوض اللقاء اشتكى من بعض الآلام، مما استدعى تغييره بمنير المحمدي الذي كان سدا مانعا لكل الهجمات البلجيكية. مبروك لأسود الأطلس وبالتوفيق في مباراة كندا، وإن شاء الله المرور للدور الثاني للمرة الثانية، ولما لا لما هو أبعد. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وقال لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، وأهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس جداد، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والانستغرام.